ليه الناس مهووسة بالخلايا الجذعية؟ ببساطة، الخلايا الجذعية هي أساس كل حاجة في جسمك. جسمك كل يوم بينتج حوالي 200 مليار خلية دم حمراء، وده بيحصل عن طريق الخلايا الجذعية اللي في النخاع العظمي. الميزة الكبيرة بقى إن الخلايا الجذعية مش متخصصة في وظيفة واحدة زي باقي خلايا الجسم. يعني إيه؟ يعني تقدر تتحول لأي نوع خلية جسمك محتاجها. الخلايا الجذعية شغالة إزاي؟ عندها حاجتين مهمين جدا. واحد، التجدد الذاتي، يعني تقدر تنسح نفسها وتتكاثر بكفاءة عالية. اتنين، التحول differentiation، يعني تقدر تتحول لأي خلية تانية، جلد، عصب، دم، أي حاجة. فكر فيها زي مكعبات الليجو، تقدر تبني بيها باب، حيطة، سقف، أي حاجة. ليه جسمنا محتاج المرونة دي؟ لأن الخلايا الجذعية هي اللي بنت الإنسان كله من بويضة مخصبة واحدة بس، وبعد الولادة بتستخبى في أماكن معينة زي النخاع العظمي وتحت الجلد، علشان لو حصل جرح أو إصابة تتحول لخلايا جلد وتصلح المكان. طيب ليه الناس بتطارد الخلايا الجذعية كده؟ لأن عندها قدرة علاجية العلاجات التقليدية مش دايما تقدر توصل لها. الفكرة إنك تستبدل خلية بايظة بخلية جديدة شغالة.